اهدي. لا 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 لا، بما ان الصيام ابتدى وخلاص هنصوم 40 يوم تقريبا، فكان لازم اجرب كل الحاجات اللي انا نفسي فيها وبحبها، على شوية حاجات جديدة، على فلوجات وحركات كده يعني. يلا بينا. دومتي نزلت باتيهات جديدة، فهبتدي بالوايت شوكليت عشان ما بحبوش. بتشمي ايه؟ دوقي. مش عارفه ليه طعمها مدي على حلاوه. بس والله طعمها كان لذيذ، عجبني. التاني كان بسكوت بالقرفة، يعني نفس فكرة اللوتس كده. يا ساتر يا رب على التلبك المعوي. هو انا بعشق اللوتس بس ده قرف. التالت بالشوكولاتة ومش متفائلة بيه لاني دقت واحد شبهه قبل كده. انت خدت بالك ان في كله متقسم تلاتات؟ ده اعفش من اللي قبله. البيضة احلى. كان في زمان علبة شوكولاتة صغننة كده ومبططة مقسومة نصين، نص شوكولاتة بيضة ونص شوكولاتة سودا، وكانت بتتاكل بمعلقة كده قد عقلة الإصبع، هي نفس الطعم. تاني يوم الصبح لقيت امي داخله عليا بنص فطيره وجبنه قديمه وجبنه اسطنبولي وبيض. وبصراحه ان الاكله دي لو فضلت اكلها كل يوم عمري ما هزهق، اعشقها. تاني يوم لقيت ماما عامله لي رقاق، واحنا بناكل على السفره على طول لقيت في اوردر ليلي، ودي مفاجاه بقى. طلبت المسحب، فتحت اشوفه بيقول ايه كده، لقيت فيه صوص ساوذن ايلاند وصوص الباربيكيو. وبما اننا كنا على الاكل فطبعا كل واحد خد نصيبه. دقت الاول البطاطس وبعيد عنك ولا طعم ولا ريحه ولا لون ومجلده، معجبتنيش. جربتها مع الصوصات اللي جايه معاها دي، يعني طعمها اتحسن شويه. ندخل بقى على المساحة. جربته لوحده كان تحفة، جربته مع صوص الساوزن ايلاند، هو فيه سنة خل كده، الخل ظاهر فيه قوي يعني ما عجبنيش سنة. والباربيكيو كان احلى، يعني طعمه مع الباربيكيو كان احلى، بس في الحالتين كان ناجتس، لا يختلف شيء عن الناجتس بجد. بعد ما خلصت اكل اكتشفت ان جه معاه كايزر، فيعني صباح الفل. نخش بقى على البتاع القمر ده، انا اللي عاملاه حاجه كده يخرب بيتها، بتدوب في البق. تسلم ايدي والله. الطريقه في اول كومنت، لا تقلقي. يوم الاثنين بقى خرجت مع صحباتي وجبت موتزاريلا ستيتس وتاكوس والحاجات الحلوه دي، وكنت عامله فلوج برضو هتلاقيه مع الكومنتات. بس كان يوم مسخره، هتموت ضحك. ابعدي عني. هتكلم بالذوق والأدب. يوم التلات ماما عملت لي حواوشي وكفته، وعمري ما هعشق الحواوشي غير من ايد امي، ولا تقولي شيف ولا تقولي اي مطعم، مفيش احلى من حواوشي امي. وهنا كنت بنهار لانه حرفيا طالع من النار على بقي. عظمة على عظمة يا ست. وكذلك للكفتة المليئة بالطحينة الجميلة، يا لهوي بدوب يا ربي. البتاع ده بقى كنت بتسلى عليه طول فترة الرفاع دي. ندخل بقى على اخر اسبوع واتهفت في مخي وجبت من تريبل اي. كان يوم اسود، حجمه في الاول ما طمنيش لاني كنت طالبة حاجات كتير، فيعني نفتح ونشوف. اهدي. لا 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 لا، ده احنا نشمر بقى. ده باكت البطاطس اللي انا طلبته، وده الباكت اللي جاي مع السندوتشات، يعني واضح الفرق. ودول السندوتشين اللي انا جربته. البطاطس تتبيلتها حلوه واحلى من بسوره، بس برضو مجلده. تعالى نشوف البتاع ده بيقول ايه. اول حاجه الفراخ، وكنت متوقعه انها تبقى اكبر من كده لان المفروض فيها موتزاريلا ستيكس. جيت ادور عليها لقيت لحسه. ايدي انتوا حاطين ايدي. عوض عليا عوض الصابرين يا رب. تعالى نشوف التاني كده، يمكن ظالمينهم ولا حاجة. برضو حاطين لي لحسة موتزاريلا ستيكس. شكرا بشدة. أهم حاجة الطعم. مفيش مرة كلت فيها برجر لحمة وعجبني، وستيل اي برجر لحمة جربته هيكون احلى من ماكدونالدز، واللي عايز يعركني. نبلع بقى القرف ده ونخش على الفراخ عشان انا زهقت. مش طبيعي كده، انا محبطة، انا احبطت جامد اليوم ده بجد. حاسة اني باكل كيس شيبسي بالكباب. دي مش اول مرة اكل البرجر من بره، بس في احلى من كده. بصراحة الاتنين مش قد كده، بس الفراخ احلى من اللحمة، او يمكن عشان انا اصلا بحب الفراخ اكتر من اللحمة. تمت بحمد الله، خلصنا السندوتشات من غير اي تسمم. انا هقوم احلي بقى، يعني انا مش قادره، بس هقوم احلي برضه عشان امي دخلت عليا بطبق مدلعه، اختراع طنطاوي اصيل، ما كانش لازم افوت اللحظه دي، وخصوصا ان احنا بقى خلاص اخر يوم. اخر لقمه فطاري تدخل بقي.
تم بحمد الله. باي.